سبحان من خلق الإنسان وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ميزه بالعقل عن سائر المخلوقات وهداه به سبيل الرشاد، وأنذر عباده عذاب يوم التناد بقوله إن ربك لبالمرصاد. أعد لي اليوم منبر الحق من منصة العدل، ولقد سبقني إليها من هم أفصح مني لسانا وأبلغ بيانا، ولكني حملت على عاتقي أمانة، فتمثيل هذا المجتمع رسالة استخلفنا الله فيها واسترعانا، لنعرض على مسامعكم الدلالة على ما ورد بأمر الإحالة في عجالة دون إطالة، طالبا حكما بإجماع آرائكم لا محالة، فما جئنا اليوم إلا لتحقيق العدالة، مما لا ريب فيه أن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ليست جريمة عادية، فهي جريمة يستنكرها رب البرية قبل البشرية، فهي جريمة تخرج عن الفطرة الإنسانية. فما بالكم إن كان القاتل الأب والمقتول نجله صبية، فالراعي هو من قتل الرعية. لقد أتى شيئا فريا، قتل نجله عمدية بعصا خشبية، وما كان لأمانته وفية، وحسرتاه على روح ذكية فاضت إلى بارئها غير راضية ولا مرضية، تشكو ظلما جليا وأبا أنانية، قلبه صخرية، قتل صغيره جنيا وما كان عليه حنية. فالمجني عليه السيد الرئيس الموقر حضرات السادة المستشارين الأجلاء طفل لا يجاوز عمره 8 سنوات، لا ذنب له ولا جريرة سوى أن هذا المتهم أباه، وإني لأشفق على الأبوة أن تدنس إن وصفنا الجاني بها. فلقد من الله عليه من فضله وأعطاه ما حرم غيره، فوهب له غلاما ذكيا، فبدلا من أن يحمد ربه على ما أنعم به عليه ويسهر على راحة نجله فلتة كبده ويداوي جرحه، سلب روحه وهان عليه ضربه وأصر على قتله. أراد المتهم أن يحرم مطلقته من نجلها، فطلب إليها قبيل الواقعة ب3 أشهر أن يبيت المجني عليه برفقته، فوافقت، إلا أنه سرعان ما قام بنقله من مدرسته إلى مدرسة أخرى، ثم تهرب من الرد على اتصالاتها، وقال لها نصا: لو فكر يقول إنه عاوز يرجع لك أنا حموته، ولقد أوفى بوعيده، لبئس الفعل ولبئس الوعيد. إن المتهم الماثل في قفص الاتهام ركب فرس الجحود على هودج من فجور، راكدا به في طريق الشرور، فهوى به في قاع مسجور، فكان بنعمة ربه كفورا وليس بشكور، قتل نجله بفتور، وتعدى عليه حتى أماته مقهور، فسلب منه ضحكته والبراءة والسرور، وأم تبكي فراق صغيرها المقبور بقلب معذب مفطور، وكل ذلك في الأوراق مسطور، وسنعرض الوقائع وإني لمشفق على آذان الحضور. سيد الرئيس الموقر، حضرات السادة المستشارين الأجلاء، حدثت الفاجعة في يوم 14 من الشهر الأول من العام 5 بعد 20 من الألفية الثانية، عندما عاد المتهم من عمله إلى مسكنه ليلا بحسب روايته، فوجد بعضا من بقايا الطعام ملقى في سلة المهملات، فتوجه صوب الصغير في غرفته لسؤاله عن سبب قيامه بذلك، وآنذاك أبصر بعضا من بقايا الفاكهة ملقى إلى جوار السرير، وهنا استل عصا خشبية وانهال بها ضربا غاشما على الصغير، فكال إليه العديد من الضربات استقرت في مواضع مختلفة من جسده على كلتا جوانبه وظهره، ثم كال إليه ضربات براحة يده استقرت على وجهه، ثم كال إليه بضع لكمات استقرت في معدته، حتى قال له الصغير نصا: يا بابا مش هعمل كده تاني وسيبنا نام. طلب النوم هروبا من الألم وخلاصا من العذاب، فاضت روحه إلى بارئها ما وجدت جواب. أهكذا يكون الآباء؟ أهذا إنسان؟ سبحان من جعل الرحمة اسما من أسمائه وصفة من صفاته، وتجلى جزء بسيط من رحمته في الدنيا بأن جعل الدابة التي لا تملك عقلا ترفع قدمها عن وليدها. تلك آية من آيات رحمة الله. وإني لأستشعر بروح المجني عليه ودموعه تعلو خده مطرا منهمرا، تشكي لربها في السماء صارخة وتوجه للمتهم عتابا قاسيا.
أإلقاء الطعام يستوجب قتلي؟ ألم يخطئ باقي الأطفال مثلي؟ ألم تتذكر وجهي وليدا حين قمت بضربي؟ ألم تثنيك دموعي على خدي؟ لما لم ترحم ضعفي؟ لما آثرت على قتلي؟ أذنبي أن طلقت أمي؟ وماذا بعد موتي؟ من يداويك عند مرضك يا والدي؟ وفي المجالس يقول هذا أنا وهذا أبي. من يحمل نعشك على عنقه ويجري ويقول يا ويلي بفراقك كسر ظهري؟ من يقرأ القرآن على قبرك ويبكي ولأحفادك عن جميل صفاتك يحكي؟ أما الآن يا أبي سأأكل من طعام الجنة ما أشتهي،